السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل ايه؟ هعمل حمام معاكم زي ما انتم شايفين، طريقة سهلة وبسيطة ومفهوش اي حاجة خالص، ولا هتحطي خلة ولا هتخيطيه ولا هتعملي اي حاجة. تعالوا نشوف الاول ايه طريقة الفريك. جبت بقى انا كيس فريك من الضحى، ورحت حطاه نقعاه لمدة ساعتين. دي بعد النقع اهوت ان احطه لكم اهوت وهوريه لكم. تاني حاجة عملتها، حطيت 4 بصلات حلوين ضربتهم في الكبة، وحطيت معاهم معلقة سمنة هي أو زبدة وشوية زيت، نحطهم على النار. نمسك الكبد والأول مش نقطعها حتت صغيرة ونتبلها مع البصل كده. مفيش أي حاجة بعد كده. هنعمل هجيب الفريك وأعصره من المية، وبعد كده ننزله على البصل بتاعتنا ونقلب مع بعض كده. وثلاث قطيات او قطيتين، ان انا بدي لون بس كده. اللون دوت بيبقى حلو قوي للطماطم، بتفرق جدا جدا مع الفريك. هنا انا حطيت مكعب مرق، حطيت ملح، حطيت فلفل اسود. تمام، هو ده اللي احنا حطيناه بس على البهارات بتاعه الفريك. ده الطماطم، هما قطيتين وضربتهم. بصوا اللون بتفرق جامد جامد اهو. بصوا بعد ما اتعمل واستوى لمده 10 دقايق، وبعد كده بخرجه. طبعا بنيجي نمسك بقى الحمام نحشيه عادي. وبعد كده هجيب الصينيه نحطها احط فيها بصل وجزر وطماطم متقطعه، واحط حبيتين حبهان، واحط ورق لوري في الصينيه. انا مش هسلقه، ده مش هيتسلق. تعالوا شوفوا بقى الجمال بتاعه، وتفضل زي ما هي الحمامه زي ما هي محتفظه بشكلها وبالفريك بتاعها، وحاجه روعه روعه روعه. احشي بقى براحتك، واملي بقى الرز، مش هيتخرم منك ولا فرقع ولا اي حاجه. والباقي باقي الفريك احنا بنعمل بقى فيه بقوم حاطه شويه شوربه صغيرين. اي شوربه بتكون فاضله عندك، شويه شوربه صغيرين بنحطهم عليه. بس طبعا ما بنحطش كتير، لان احنا بنكون مسويينه نص سوا. واغطيه ولمده 5 دقايق، واغطي عليه يغلي، ولمده 5 دقايق وهو وخرجه خلاص، ويبقى كده استوى. بصوا انا بوريكم اهو. احنا كده حطيت الخضار في الصينيه، وحطيت الحمام. هدخله بقى احط ميه مغليه، كاتل ميه مغليه فيه اهو. وبعد كده ادخله الفرن من تحت خالص، واغطيه بورق الفويل كده. الحمام بتاعك هيخرج مستوي وجميل جدا. وتحمريه، عايزه تحمريه، عايزه تشوحيه على الشوايه زي ما انا ما عملت. هي بصوا زي الفل. كل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم يا رب الايام بخير.